السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنىكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم فيديو جديد على القناة غادي يكون عبارة عن عرضة كيفاش تورغانيزيوها وكيفاش تقدموا الطاولة ديالكم للضيوف وتاخذوا منها أفكار. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتاخذوا منها هكا الاستفادة. دابا غادي ندوزو باش نديرو البلا برينسيبال اللي هو عبارة عن فخد حولي مشرمل ومحمر. هذه طريقه صفاء كيجي رائع جدا. تبعوا معنا المراحل. غادي نديرو بصله، غادي نحتاجو البنات الشرموله ديالنا بصله، تقدروا ديروها حتى اكبر من هذه على حسب. ثوم، غادي دير دروس ديال الثوم متوسطين، شحال تقريبا 3 لا كبار 3. المهم كل واحد والمذاق اللي يعني كيعجبو. عندنا السمن، معلقه صغيره ديال السمن المغربي. انا كنخلط المحتوى كله هنا البنات كيجيني متجانس. كتحسب الشرموله بعضياتها، هذاك الشيء ما كتجيش كل حاجه بوحدها في جهه. صافي كندير شويه ديال الفلفل الابيض، ابزار، ماشي شويه يعني كميه لا باس بها، حيت عندنا الكتف كيف كتشوفوا فخد كبير. السر انه كتف وهو فخد. صافي راه المشكل كنشوف وكنشوف هاد الرجيله وكتشوفي كلشي. الدايل الخرقوم، الكركم حتى هو البنات جهد قريب معلقه صغيره او كملوا معلقه صغيره نيت باش كبير. البنات تبعوا الطريقه ديال صفاء رائعه جدا، كيجي بها بنين. وديجا دقتو عندها 2-3 مرات. السكنجبير ماشي ضروري كتير لان نص معلقه، لان السكنجبير مجهد شويه. هذا الاختصاص ديالو هو الدجاج. عندي هنايا المعدنوس بودغ، قزبور. شكون اللي ما عندناش؟ انا قزبور بيناتهم. مشكلتي انا مع المعدنوس والقزبور بحال مشكلتي مع الفخد. قزبور وين كاين؟ حنا اللي ما عندناش الحبوب القزبر هذوك. المهم الخرقوم، الزعفران الحر غادي نخليوه حتى نرقدوه في الماء طبعا باش يطلق لنا هذاك المرق ديالو. وعاد غادي ما كديريش من الاول؟ لا ما غاديش نطحنو هنايا لان ما غايجيش. منين تبغي ديريه؟ سي من الاول. غادي دابا صفاء الزيت، غنزيدو شويه زيت زيتون وغادي تطحنها ماشي بزاف لان كما كنعرفوا الغنمي كيكون مزيت ميدم. بنات لاحظت ان البصله شويه قليله لان صغيره صراحه هذيك البصيله اللي كانت عندي، وزيد منين طحنات ما فيها والو. زدت وحده اخرى صفاء وحده وغنطحنوها عاوتاني. وهنا البنات غنضيفوا ملعقه او ملعقه ونص ديال الملح. وهذا صوص البنات عندنا واجده بعد ما طحناها. المهم كندهنوها مزيان في الخيط ديالنا، كل واحد بالطريقه اللي كتعجبوه. انا كنستعمل اليدين. كل واحد الا كان طبعا يدي نقيه احسن، سمحوا لي، ولكن باش كنتاكد ان الحاجات دخلوا مزيان. كنتاكد ان ديما فلحوه. الا ما كانش مفلحه البنات من عند الجزار كتفلحوه بالموس باش تدخل داك الحشوه مزيان. حشوه باش يطيب باش يطيب اللحم مزيان، ما كيطيبش مزيان، كتخلوش الطياب. صافي البنات كتستمروا حتى كتساليو لاصوص كامله. جاكم ماشي مزيت تزيدوا شويه الزيت مع انه كيزيت من بعد بزاف. وصافي ودخلوه الفرن. واخا كياخذ شويه الوقت نقصوه عليه، تغطيوه بعدا بالكاغط السعاد الالومنيوم والالومنيوم، ودخلوه للفرن لمده 2 حتى 3 ساعات. وهذا راه حاولي عندنا صغيره البنات، اما الا كان حولي اكبر ياخذ الوقت اكثر. صافي. ومره تراقبوه بالموس، راه معروفه الطريقه اكيد. ان شاء الله نتقابلوا منين يطيب باذن الله. دابا البنات غادي ندوزو لاصالات. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نديرو القمحي تسلق بعد ما غسلناه مزيان بالقمح او الهربل او البرغل. كل واحد شنو كيسميه. كيطيب الماء كنكلحوها، كديروا الماء يطيب، كتلوحو يطيب. ما كياخذش وقت بزاف، واحد ربع ساعه
دغيا ومن بعد ندوزو باش نخلطو معكم شنو غنديرو في المقادير. وهنا البنات غادي نبداو في تحضير الطاوله. هذا واحد لاناب خديته من سوبر مارشي كوناد بالنسبه للناس في ايطاليا كانوا حاطينه في الايام ديال ناتالي. هذا في لارجونتي البنات، المهم هو ابيض وفيه الخطوط رقاق في لارجونتي. هو زوين كبير، فيه 1.40 في العرض على 2 متر في الطول، وكاين مكبر ياك كاين مكبر 3 متر. بالنسبه لهاد لي كولور البنات ديال الدوغي والارجونتي غالبا كتلقاو هاد الشيء ملي كيكون ناتالي، كتستغلوا الفرصه وتاخذوا. شتو راه جا قد الطاوله. خدات معاه صفاء السرابت ديالو طبعا 12 اورو البنات. 12 اورو رخيص جدا، يستاهل ثمنه صراحه. السرابت ديالو كيكونوا 5 اورو فيها 4. هما هادو البنات على هاد الشكل هذا، ها هما. المهم غادي نديرو لهم ديك اللعيبه ديالهم. خليكم معنا باش تشوفوا كيفاش جا كله. ها هي الطبله دابا. لاناب هو الاول كيتحط طبعا. صفاء غتبدا تعمر في الطبله. دي سو بلا البنات، دي سو بلا عندي شويه قدام، كنت خديتهم من ميزون دي موند عندي فات. واش باقيين عندهم صفاء اللي مشيتي دابا ولا مابقاوش؟ لا كيجيبوا الوان اخرى بس كيبدلوا. دابا غادي نحطو لي بلا الاخرين اللي غيجيو لو بلا الرئيسي. حتى هما خديتهم من ميزون دي موند البنات العام اللي فات، وكان هادو فيهم البنات الخضر والكري. العام ما كاينينش، بدلوا على حسب الالوان اللي كيكونوا في كل فصل. هنايا هو التبصيل حطاتو في الزواق ديالهم زوين، جاي جوج الالوان. صافي. بالنسبه لهاد السرابت غادي نديرو لهم غتصاوبهم صفاء كنت خديتهم هادو من كازا. كازا الخضراء ماشي كازا نوبا. المهم الشكل كديروه نتوما اختياري كيف ما بغيتو. نزيدو نكملو لي بلا الصغار. كاين مثلا كيكونوا ديال لا سالاد ولا ديال سميتو. الا عندكم دو بلا برينسيبال. المهم حنا البنات كنحماقوا على هذا الشيء. كنتو نتوما بحالنا خليو لنا داك الشيء في لي كومونتير تحت. يعني كيعجبني الطبع اللي الطبله تكون قاده ومتوله. وسي نورمال هنا حيت داك الشيء صراحه موجود ومتوفر وكيتهلاو هما هادشي وكيقادوا يعني هادشي مزيان. هذا لونسومبل الكري كنت خديته من ايكيا قلت لكم. بحال الزرق اللي خدات اخر مره، دابا درت معاه غتدير ليه الكري. صافي البنات هذه كتقدروا تحطوها هكا او كتقدروا تحطوها فوق من الجبانيه، تقدروا تحطوا فوقها الموس الفرشيط اللي شاركناهم معكم حتى هما خديتهم من ايكيا. صراحه طلعوا عمليين جدا، زوينين صراحه عجبوني بزاف وكيجيو اليغانتي كذلك. شتي لانابات مفتوحين كيفاش كيفتحوا الطبله كيجيو زوينين. وهذه البنات هاد لاناب كتغسل كتغسل. تقدروا ديروها في ماكينه الصابون وكتنظف يعني ماشي غير كتنظف بسهوله. دابا غتبدا تحط صفاء الموس والفرشيطه والمعلقه. صافي البنات من بعد نوريكم شنو اللي باقي غادي نجهزو في الطاوله. صافي تنبغيو نحطوا الاكل ونوريكم شكل نهائي. دابا البنات القمح من بعد ما تسلق راه ما كياخذش الوقت بزاف. غادي دوز صفاء دير ليه توابل الحاجات يعني جديده واحد الفكره جديده البنات كيجي بنين كيجي مختلف صراحه وصحي اكثر. المكسرات والفواكه الجافه. هذا المشماش النيبس ناشف مقطع طريفات صغار. كاين هنا عاوتاني الكرموس الشريحه
الكرموس المنشف والمشيح. كديروا شويه ديال المكسرات اللي متوفره طبعا. كاين اللوز، ولكن الاكثريه كتجيب اللوز يعني ضروري فيها. بلاصه الكركاع تقدروا ديروا نوازيت. الا عندكم بيستاش ماشي مالح او حتى مالح متصور غيجي زوين، ما عمرني جربته صراحه. هذا اللوز والجوز الكركاع سميتو لا فينيغريت او يعني لا صوص اللي كتكون معاه هي عصير ليمون، نص ليمونه. وهاد الوصفه البنات، هاد لا سالاد ما كيكونش فيها الزيت. خدوا بالكم ديروا فيها الزيت، لان الزيت غادي يكون هذا يكون في المايونيز. نكتسيو فيه بالمايونيز، راه غادي تيدمو. هاي البنات من بعد ما درنا المايونيز غادي نضيفو شويه الملح، شويه الملح لان الاشياء اللي عندنا حلوه البنات. شويه الملح صافي، كنخلطوه مزيان. نزيدو نحركوها البنات مزيان باش تجانس فيها العناصر. الا لقيتوها ناشفه غتضيفوا المايونيز صافي. ما تضيفوش الزيت، ما تضيفوش زيت زيتون ولا الخل ولا حتى هاد الاشياء كلها. جاتكم ناشفه حتى الحامض ما تضيفوش بزاف، لان كتولي كترجع الحامض اقوى من ديال الفواكه الجافه والمكسرات. وانا نتصورها حتى بلا مايونيز بلا حامض تجي بنينه. غير كتجي ناشفه شويه داكشي. حيت انا اليومات اللي كنت دايره ريجيم قطعت درتها بلا مايونيز بلا حتى شي حاجه، جات ناشفه. دابا غادي نقدموها في هاد الكويسات البنات. المهم التقديم كيبقى اختيار، بغينا نعطيكم غير فكره فقط. كيجيو بحال هكا. نتوما تقدروا تقدموهم في الطباسيل، طبسيل جماعي، وكل واحد يهز يحط في طبسيلو كيف ما بغيتو. المهم نخليكم ان شاء الله تشوفوها في الطبله كيفاش غادي تجي. البنات ها هي الطبله كيفاش جات. درنا يلاه قدمنا هذيك السلطات اللي درنا في الكويسات ها هي. وهنايا طبعا كاين الخبز. غادي يكون هنايا غنحطوا الخنسيبه طبعا في الوسط. وهنايا كاين هذيك الفخيطه اللي درناهم في هاد اللعيبه، قدمناهم بهذه الطريقه. خليكم باقي غادي تشوفوا الطبله كامله كيفاش غادي تحط، اشنو غادي مازال نزيدو فيها من بعد ان شاء الله. البنات هذه الخضره من بعد ما بخرنا كل حاجه بوحدها، من احسن تكون مبخره باش كتجي صحيه وكتكون شاده راسها. دابا غادي ندوز باش درنا الزيت في اللاطه، زيت زيتون، وغادي نديروا شويه الملح. سير صافي شويه الملح. دابا غادي دير الربيع او معدنوس، وغادي دير الثومه غبره صافي. وغادي ندخلوا على الفران باش تصوطا شويه، بحال غتصوطا من احسن تصوطيوها كلها في لاطه، على انك تبقاي ديري حاجه بحاجه كتاخذ الوقت. وخليكم معنا باش تشوفوا كيفاش غادي نضموها في التبصير مع اللحم. وهكا البنات كتكون سالات الطاوله ديالنا. قدمنا على هذا الشكل. كانت الحريره وكانت لا سالاد بالخس والفورماجو، وكان سيجاريت في الفران، والبطاطس كذلك في الفرن. كنتمنى تكون طاوله نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا منها افكار. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو وديروا ليه لايك وتدعمونا بلي كومونتير ديالكم وبلي جيم ديالكم. شكرا لكم بزاف.